تخيل معايا تصحى من النوم تمسك تليفونك تلاقي رسالة وصلتك بتقولك تم تحويل 300 جنيه لحسابك من غير ما تشتغل فيهم ولا دقيقة. هيجي واحد يقول لي أكيد دي أحلام، صح؟ في الحقيقة لأ، بس لازم تسمع الفيديو ده للآخر لأن في طرق نصب كتير في الحتة ديت وفي كلام كتير وناس بتطلع تبيع لك الوهم. معاكم عماد حامد ودي قناة رحلة تحسين نفسك للأفضل. ما تنساش تعمل لايك وكومنت جميل واشتراك، وما تنساش تحب الرحلة. يلا بينا. فاكر المثال اللي لسه قايله لك؟ دي حاجه اسمها الدخل السلبي، وفي ناس كتير جدا حوالينا بتعمله. بس قبل ما اقول لك ازاي خليني اسالك شويه اسئله. ليه كل الناس عايزه تبقى غنيه؟ هل علشان تشتري عربيه، ولا عشان تشتري بيت، ولا عشان سفر، ولا عشان الحريه انك تشتغل في المكان اللي بتحبه مع الناس اللي بتحبهم وقت ما تحب انت؟ النهارده مش هقول لك وصفه سحريه علشان تخليك غني في ثانيه، ولكن هقول لك خطه تحاول تبدا بيها من الصفر وتحاول تزود دخلك واحده واحده. علشان كده هقسم الفيديو لثلاث عناوين رئيسيه. اول حاجه افهم اللعبه، تاني حاجه مصادر تزود بيها دخلك، وفي تالت حاجه هقول لك الخلاصه كلها. اول حاجه افهم اللعبه. خليني اقول لك الحاجه او على الحقيقه ان محدش هيقولها لك او محدش بيحب يقولها اصلا او محدش بيحب يعترف بيها، وهي انك لو اعتمدت على مصدر دخل واحد في حياتك مش هتتقدم. وده لان الفلوس عامله زي الميه، لو كان مصدرها واحد وانقطعت ايه اللي هيحصل؟ هتموت من العطش. علشان كده اول خطوه معانا لازم نفهم ان في ثلاث مصادر من الدخل. اول حاجه الدخل النشط، وده الشغل اللي انت بتعمله بايدك سواء كانت وظيفتك او انت مثلا لو مدرس او نجار حاسب ايا يكن، دي وظيفه، ده اسمه الدخل النشط، الحاجه اللي انت بتشتغلها بايدك. تاني حاجه الدخل السلبي، وده بيكون مش محتاج تكون متواجد في الشغل، يعني انت ممكن تكون نايم وانت بتكسب اصلا، وده بتحتاج توصل منه لمرحله انك تشتغل ناس تحت منك علشان هم يديروا لك الشغل بتاعك، او مثلا زي الناس اللي بيكون عندها مصانع او عندها شركات. تالت حاجه دخل الاستثمارات زي اللي بيكون زي الاسهم والعقارات، وكمان اللي هي الاسهم او الاستثمار يعني بشكل عام. الجزء الثاني مصادر تزود بيها دخلك. هنا هنبدا ندخل مع بعض في صلب الموضوع، ورقم واحد هو المهارات الرقميه او بيسموها السلاح السحري. باختصار شديد جدا انت لازم تكون عندك حاجه تقدر تقدمها لحد فهو يديك في المقابل ليها فلوس. يعني انا مثلا كعماد مثلا بفهم في الجرافيك ديزاين، فيجي حد مثلا عايز يعمل لوجو للمطعم او عايز يعمل حاجه او فاتح حاجه جديده فعايز يعمل ديزاين ليها، فانا ابدا انا اشتغل له عليها وفي المقابل ده هو هيديني فلوس ليها. فباقي المهارات اللي ممكن مطلوبه في فعلا حرفيا ومطلوبه بكثره، والتنافس دلوقتي بدا يزيد عليها لان الناس بدا الوعي عندها يزيد. حاجات زي الجرافيك ديزاين، زي المونتاج، زي كتابه المحتوى والتسويق الالكتروني او التسويق الرقمي. انت ممكن تتعلم مهاره واحده بس من دول وتبدا تحط كل تركيزك عليها، وتبدا تشوف شغل على منصات زي مستقل او اب وورك، ودي كلها منصات بتتيح ان هي محتاجه ناس تعمل الوظيفه دي. وهنا في ملحوظه مهمه جدا جدا، وهي ان الموضوع مش سهل قوي زي ما الناس فاهمه او الناس متصوره، لان في كلام كتير جدا بيطلع يقول لك تعلم مهاره في يومين ويكسب دخل بالدولار او كده. الموضوع مش سهل، لو سهل كان كل الناس عملت كده. الموضوع بيحتاج تمرين وتعب وممارسه شويه فتره. في مهارات ممكن 3 شهور ممكن 6 شهور، بس فعلا لو تعبت واستمريت وحاولت وعافرت علشان تلاقي شغل كويس والله العظيم هتلاقي دخل يعني اكتر مما كنت تتخيل او ما كنت تتمنى اصلا او مكان يجي في راسك. لان الموضوع سعي وفي منافسه عاليه لان الناس بدات توعى الحته ديت. بس ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك انك في خلال يومين هتتعلمها وتشتغل بيها، فبالتالي انت بعد يومين مستني الشغل فهتلاقي نفسك احبطت وركنتها على جنب. لا، الموضوع بيحتاج معافره شويه واستمرار وسعي، وان شاء الله هنتكلم في الحته ديت كتير جدا جدا مع بعض لان الواحد يعني مقصر فيها والواحد بيحاول يتعلمها الصراحه. تاني حاجه بيع المعلومه. يعني انت لو عندك خبره او معلومه في حاجه معينه او مهاره معينه، ابدا شوف الناس اللي محتاجه تتعلم المهاره ديت واعرض لهم خدماتك انك ممكن تقدر تساعدهم وتفيدهم في الحاجه ديت. يعني على سبيل المثال لو دكتور عمل كتيب صغير عن التعامل مع الامراض المزمنه زي السكر والضغط وكده، اكيد الناس اللي عندها بتعاني من الحاجات دي اكيد هتطلبه وتحاول تجراه. او حتى لو مش الناس نفسهم، لو ممكن مثلا ابنه، لو حد كبير مثلا تعبان ممكن ابنه يبدا يقرا علشان يفيد والده او والدته. فهي نفس الفكره كده. فالناس هتشوف انت الناس محتاجه ايه وانت عندك تقدر تديهم الخدمه ديت وهم يدوك في المقابل ليها فلوس. فديت من ضمن الطرق اللي ممكن تزود بيها دخلك. ثالث حاجه اسمها التجاره الاونلاين، او يمكن ده مش محتاج راس مال فيها وانك تبدا مشروع على ارض الواقع. كل اللي انت محتاجه نت وتليفونك. بس الفكره ان الموضوع انتشر جدا، وكان في الاول الناس بصراحه عملت من وراه فلوس كبيره جدا جدا، ولكن بعد انتشار الوعي اصلا عند الناس بدا الربح بتاع الموضوع ما يكونش عالي زي الاول، ولكنه لسه مربح ولسه في ناس فعلا بتعرف تطلع منه فلوس. الموضوع كبير جدا وواسع جدا، ولكن في حاجه منهم اسمها الدروب شوبينج، انك تروح تشتري من على موقع بسعر رخيص وتعرضه على موقع تاني بسعر اعلى، والمورد هيروح يبيعه. لو حد اشترى منك هيروح يبيعه ليه هو، وانت تاخد فرق السعرين. يعني انت تاخد يعني هو لو ب5 جنيه وانت رحت عرضته ب10، فانت تاخد ال5 جنيه اللي في النص ديت لانك هو اشترى منك انت.
فدي برضو ده مكسبك. فديت نوع من انواع التجاره الاونلاين، ولكن موضوع كبير وواسع فانت ممكن تبحث عنه. ولكن حاول تنجي مصدر المعلومات اللي بتاخده منه، لانه في ناس ممكن تبيع لك الوهم، او ان هي تضحك عليك، او ان هي عايزه بس تستغلك انك تجيب مشاهدات او تجيب لايكات والحاجات دي كلها. رابع حاجه المحتوى. لو عندك فكره او خبره في مجال معين وتقدر فعلا تفيد الناس، ممكن تطلع تعمل قناه على اليوتيوب او تعمل صفحه على منصات التواصل التانية زي التيك توك او انستا او الفيس عموما. ولكن انت بتكون عندك حاجه فعلا تقدر تقدمها للناس، او لو خبره بسيطه جدا ممكن تفرق مع حد تاني هو ما عندوش خبره او زيرو في المجال ده، مثلا في مجال معين وانت عندك استفدت اكتر، عندك خبره اكتر، نزلت سوق العمل فانت عارف حاجات اكتر، فممكن تفيد بيها حد. انت ممكن تعمل قناه على اليوتيوب وتبدا تنزل الحاجات دي كلها. الموضوع مش هيجيب معاك في اول شهر شهرين سنه، اصلا ممكن ما تطلعش اي ولا جنيه ولا دولار اصلا ولا اي حاجه. ولكن لو استمريت لفتره طويله ممكن ربنا يكرمك جدا ويكون مصدر دخل ثابت ليك، بس الفكره محتاجه استمراريه وتعب. خامس حاجه الادخار والاستثمار، انك حاول تدخر 10% او 5% ايا يكن من المرتب بتاعك او من شغلك او من اي حاجه انت مصدر دخل ليك، وتحاول تستثمرها في حاجه تانية، سواء كانت في نفسك او في كورسات انت بتتعلمها، او لغه انك ممكن تتعلم لغه تانية وتدخل لك ضعف مرتبك بعدين، او ايا يكن، او في استثمارات مثلا تشتري حاجه او اسهم او كده. الحاجات دي كلها بتفرق. ممكن تكون بسيطه النهارده ولكن على المدى البعيد بتكون كبيره جدا ولها اثر عظيم، سواء في نفسك انك ممكن تروح تشترك في جيم او تعمل حاجه تكون ليها عائد كبير جدا في صحتك، او في حاجه تتعلمها. الحاجات دي بتفرق جدا 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 الصراحه. والموضوع كبير، انا بحاولت اديك نبذات بسيطه كده في كل موضوع انت ممكن تبحث اكتر وهتلاقي معلومات اكتر وان شاء الله تفيدك. والخلاصه لو عايز تبقى غني مفيش طرق سهله ولا طرق سريعه، بس في طرق ذكيه. المهم انك تبدا تشتغل على نفسك وتتعلم وتطور من نفسك واحده واحده، وتبدا حتى لو هتبدا صغير وبعد كده تبدا تحاول تكبر نفسك. بس اهم حاجه انك تتعلم وتسعى اكتر. ولو وصلت لحد هنا فعندي ليك تحدي، لو انت راجل اعمله. ابحث عن مهاره واحده بس من اللي انا قلتها، او من اي مهاره ابحث عنها وابدا اتعلمها وحط وقت ليها. 3 شهور لازم هتتعلم فيها المهاره ديت. 3 شهور ديت ايا كان تاريخ الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده، بس حط في راسك انك عايز تتعلم المهاره ديت ومش هتسيبها قبل 3 شهور. مش مجرد انك اسبوع بعد كده زهقت فسبتها، لا، 3 شهور مش هسيبها فيهم المهاره ديت. والله العظيم ان شاء الله، والله العظيم ما هتندم على الحركه دي او على الفعل ده. حتى لو انت ما اشتغلتش بالمهاره ديت بعدين هتلاقي نفسك استفدت بيها بانك دمجتها في حاجه تانية، وانت استفدت بيها شخصيا وعن تجربه ومن ناس كتير جدا جدا. فحاول تتعلم، الحاجات دي بتفرق، وبالذات لو انت سنك اقل من 25، لان الوقت ده بصراحه بيكون عاجلك فيه على نشاط وعندك وقت كبير جدا جدا. اتمنى الفيديو ده يكون عجبك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك، وما تنساش تحب الرحله. كان معكم عماد حامد، سلام. ما تنساش تحب الرحله، يا دي اوعى الرحله.